انتقلت الاحتفالات إلى موقع المتحف العراقي الجديد، حيث وضع جلالته الحجر الأساسي. لا يخفى على الجميع ما احتل المتحف العراقي من مكانة بارزة بين متاحف العالم. هذا وقد شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد. لكن اكو غرفة هنا ضامنين بها هواية أشياء زينة ولا وحدة ما باقية، والمخازن هنا ولا وحدة ما باقية. طبعا شهد العام الماضي أكبر عملية استرداد شهدتها الوزارة وهيئة الآثار بشكل خاص، ذلك باستعادة 17,000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية. قلاع كتبت عن تاريخ، ومملكة حكمت الأرض لعهود، وقلم خط أول الحروف. فقبل آلاف السنين كانت البداية في بلاد ما بين النهرين التي حفظت هيبة الأرض وعطاء الإنسانية. وللتاريخ ذاكرة لا تمحى، تاريخ ما زالت شواهده قائمة في المتحف العراقي الذي يعد من أوائل المتاحف في العالم، يضم أروع الآثار التي صنعتها الحضارة البشرية. وهو يعد المتحف الثاني بعد المتحف المصري من حيث المساحة ومن حيث المحتوى. وباهتمام عالمة الآثار البريطانية ميس بيل باللغة الأثرية، حيث قامت بجمع القطع من المواقع الأثرية لتقيم بها أول معرض للقطع الأثرية سنة 1923. وتم العرض بقاعة عرفت باسم غرفة الأحجار البابلية بمبنى القشلة في الجانب الشرقي من نهر دجلة. طلبت جرتود بيل من الملك فيصل انه يسوون دائرة للآثار او كابينة، يشترون كابينة يعني او يسوون كابينة لحفظ الآثار اللي جاية من التنقيبات. فذاك الوقت انه حصلت اللي تريده من الملك فيصل وطاها اللي تريده، وفر لها كل اللي تحتاجه من كابينة، وسوى دائرة الآثار الأولى اللي هي كانت تابعة لوزارة العمل والنقل بذاك الوقت. كانت هذه السيدة من المهتمين جدا بالتاريخ والآثار العراقية، وبعد وجود الهيئات التنقيبية داخل العراق وخاصة في المناطق الجنوبية، آثرت هذه السيدة على إنشاء مكان خاص للحصص من الآثار اللي كانت يقتنيها أو التي كانت تخرج ضمن تلك الهيئات التنقيبية. وبازدياد التنقيبات الأثرية أصبحت قاعات القشلة لا تتسع للآثار، فقد خصصت المملكة العراقية إحدى البنايات التراثية المؤلفة من طابقين لتصبح متحفا للآثار، وهي الآن بناية المتحف البغدادي الواقع في شارع المأمون. وقد افتتحها الملك فيصل الأول سنة 1926 باحتفال رسمي، حيث كان المكان ربما يكفي في حينه لاحتواء تلك القطع الآثارية الواردة من الهيئات التنقيبية. فكان المكان في طابقين، وكانت هناك خزانات أيضاً، وقسمت تلك الخزانات على فترات تاريخية العراقية من الأقدم إلى الأحدث. وفي عام 1937 نجحت إدارة مديرية الآثار القديمة على تخصيص قطعة أرض في منطقة الصالحية بجانب الكرخ لتكون متحفاً عراقياً جديداً وبمواصفات عمرانية حديثة. وعهدت تصاميمه إلى المهندس الألماني فيرنر مارخ، إلا أن تنفيذ البناء توقف بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية أبان الحرب العالمية الثانية. أيضاً بعد مرور فترة من الزمن بات المكان يضيق بالقطع الآثارية، وكان لابد من اختيار مكان آخر ليضم تلك الآثار، فوقع الاختيار على منطقة في الصالحية تبلغ مساحتها بحدود 45,000 متر مربع، ووضعت الخطط ووضعت المرتسمات على تنفيذ هذا المكان الجديد.
وبدأ العمل ببناء المتحف الجديد ووضع حجر الأساس من قبل الملك فيصل الثاني في 24 من آذار سنة 1957 بعد إجراء تعديلات في تصميمه الأساسي وتوسعته ليضم المبنى الإداري للمديرية العامة للآثار. وقد أنجز البناء كلياً في سنة 1963. في عام 1966 تم افتتاح المبنى الجديد للمتحف العراقي الذي كان ضمن خطة مجلس الإعمار الملكي. بهذه المناسبة تم سك ميدالية تذكارية وطوابع بريدية. تمثلت وجه الميدالية التذكارية بواجهة المبنى الجديدة وتمثال الإله نابو ويعلوه الإناء الفوار الذي هو شعار الهيئة العامة للآثار والتراث. أما القفا فكان ذو طابع إسلامي بحت، فكان الطوق عبارة عن مداخل مدينة السلام المدورة. أما المركز فوضع فيه المحراب الإسلامي يتوسطه وسيلة الإنارة القديمة المشكاة. أما الطوابع فكانت بثلاثة فئات. فئة 15 فلس وضعت فيه واجهة المتحف وتمثال الإله نابو إضافة إلى أشجار النخيل. أما فئة 50 فقد وضع فيه صورة للملكة السومرية شبعاد. أما فئة 80 فلس فقد وضع فيه التمثال البرونزي الذي يعود للملك سرجون الأكدي. تلتقي روعة البنيان مع عزيمة الإنسان ليشيد لنا هذا الإرث الحضاري، ألا وهو المتحف العراقي الذي يضم 24 قاعة عرض قسمت حسب العصور التاريخية، بدءا من عصور ما قبل التاريخ وتنتهي بالقاعة الإسلامية والتراثية. إذ ضمت القاعات أقدم الآلات والأدوات الحجرية ومجاميع من التماثيل الحجرية ومجاميع من الأواني الفخارية المزججة والجرار المزينة بالزخارف المختلفة، فضلا عن الأختام الأسطوانية والرقم الطينية ذات الكتابات المسمارية. في سنة 1988 أضيفت للمتحف العراقي 8 قاعات، اللي هي قاعة العاجيات، من بعدها قاعة الكلدية، والقاعة الحضارية الأولى، القاعة الحضارية الثانية، وقاعة ما قبل الإسلام الأولى، وقاعة ما قبل الإسلام الثانية، والقاعة الإسلامية الأولى، والقاعة الإسلامية الثانية. في سنة 2015 انضافت بوابة المتحف العراقي، وفي سنة 2017 أضيفت القاعة المرجانية إلى قاعات المتحف العراقي. يضم المتحف العراقي مجموعة من الكنوز، من أهمها كنز عبد الله شكر الصهراف الذي تم تسليمه من قبل المرحوم في سنة 1969. كون من مجموعة من الفترات التاريخية المختلفة، تبدأ من الفترة الساسانية وتنتهي بالفترات الحديثة، من ضمنها مسكوكات المملكة العراقية. الآثار اللي معروضة بالمتحف مشولة، لكن مشولة ضاميها، لكن اكو غرفة هنا ضامين بها هواية أشياء زينة ولا وحدة ما باقية، والمخازن هنا ولا وحدة ما باقية. بالآلاف. في 9/4 عام 2003 تعرض المتحف العراقي شو نقول لكارثة إنسانية يمكن نوصفها بعد الغزو الأمريكي للعراق. تعرض المتحف إلى التكسير والسرقة، والموضوع لم يختصر على قاعات المتحف العراقي، بل تعدى على الجانب الإداري. قاعات المتحف العراقي أصابها الأذى، قطع كبيرة من الآثار تعرضت للسرقة وبعضها تعرض للتكسير. طبعا شهد العام الماضي أكبر عملية استرداد شهدتها الوزارة وهيئة الآثار بشكل خاص.
وذلك باستعادة 17,000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد جهود كبيرة وحثيثة تم بعون الله إعادتها للمتحف العراقي. وأيضا هناك إنجاز كبير تمثل بإعادة لوح قلقامش الذي كان أيضا من أهم المواضيع التي شغلت بال الوزارة، لكن بحمد الله جهود الكبيرة للهيئة العامة للآثار والتراث. يتواصل المتحف العراقي مع زائريه بشكل يومي، ليرافقهم موظفي قسم الإدلاء والإرشاد الذين يقدمون شرحا وافيا عن اللغة الأثرية وحضارة العراق العظيمة، بحيث يستقطب المتحف العراقي زوار من جميع أنحاء العالم بمختلف الجنسيات. أما واجبنا كمرشدين ودليل سياحي هو لنقل هذه الحضارة للزوار وشرحها بالتفاصيل بما يخص التسلسل الزمني وبما يخص أهمية القطع المعروضة في داخل المتحف. صناع اليوم استمرارا لصناع الأمس في الهدف والفكرة والفن والحرفة، للاحتفاء بمنجزات تليق بالمتحف العراقي لمرور 100 عام على تأسيسه، في وطن التقاليد الراسخة، وطن الأمجاد والقوة، وطن الأدب والأساطير، وطن يسعى للنهوض لغد مشرق.